أهلا بيكم في قناة أسرار المشاهير. جايز فرق وجهي ولا لا؟ ما بعرف شو عملوا لي بوجهي صراحة. عملوا لي هيدا الجهاز الطويل الشي فيها حمار. شو اسم الجهاز؟ ما قالوا لنا. هنا بيحكوا ليزر. ايه هنا بيحكوا ماليزيا، انا ما فهمت عليهم. بس غيروا لي كل وجهي ما شاء الله، يعني تفتح. وقالت لي انه هيدا هلا ما بيبين، واعطوني كريم استخدمه على 5 شهور، بعد 3 جمعة ببين. بفتح البشرة وكل شي. شوفوا بس لما بتعملوا هيك قديش حلو. شفتوا؟ معبيلي هون فيلر كرمال شو يبين حاجبتي هيك. شفت بشارع بنتك وسط الورق، أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة. فيديو إنجي خوري، فيديو جديد من فيديوهات إنجي خوري اللي ممكن تكون صغيرة شوية ولكن بيبان فيها آخر إطلالة ليها، وبتقول آخر أخبارها وإيه اللي بيحصل لها وإيه اللي مر في الفترة اللي فاتت. وعارفين إنجي خوري كلها حكايات وكلها حوارات، وممكن تكون مفاجآت كمان كتير. كانت قبل كده طلعت بفيديو وهي بتسحب الفيلر من وشها والبوتوكس والحاجات دي، وقالت انا هشيل كل الفيلر حتى الشفايف اللي في الجبهه في الخدود مش عارف ايه الحاجات اللي كانوا بيحطوها دي. المهم لما اتحجبت قالت هشيلها، وكان في فيديو بالكلام ده. بعد ما فكت الحجاب رجعت تاني تعبي فيلر وتعمل بيه اجهزه تفتح بشرة وحاجة غريبة وتحط بوتوكس وحاجات كده برضو تانية. فجت النهاردة بتقول من ضمن يعني الحاجات، بتقول عملوا لي كده بجهاز بيطلع احمر، تقريبا تقصد حاجة ليزر يعني. وبتقول معرفش هما بيتكلموا هنا ماليزي، ولكن قالوا لي ان هيفتح البشرة وهيعمل لي يعني نضارة للبشرة، ودوني كريمات المفروض استعملها لمدة 5 شهور. معرفش بقى انجي ليه دايما بتحاول تلعب في الوش او تحط حاجات غريبة او تعمل عمليات برضو، اذا كان فيلر او بوتوكس او حاجات من الحاجات دي. معناها كانت بتقول خلاص يعني انا كويسة كده وهتعامل مع المواضيع على اني بس عايز اخس وخلاص، مع ان برضو نفس موضوع الخسسان ده او الوزن الكتير قالت ده عشان انا باخد ادوية. فكله يعني كلام متضارب كده وكله كلام متلخبط، بس برضو الناس بتحبها زي ما هي. ده كان فيديو صغير كده حبيت اشاركه معاكم للمتابعين الكرام اللي بيحبوا انجي خوري وبيحبوا برضو قناة اسرار المشاهير ومستنين منها كل جديد. اللي لسه مشتركش يا ريت تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، واستناني باذن الله اللي جاي باجمل. دايما اشوفكم بخير اعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.